السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هشارك معاكم جزء من يومي. يا رب كده يكون روتين خفيف وجميل عليكم. اول حاجه بس بطلب منك تحطي لي لايك للفيديو ده على السريع، ونصلي على سيدنا النبي عشان ما ننساش وناخد الثواب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واللي لسه ما اشتركش في القناة، في كلمة اشتراك دوسي عليها بسرعة، وجنبها جرس دوسي على الجرس واختاري الكل عشان يوصلك كل جديد بنزله. وبفرح قوي بالكومنتات اللي بتكتبوها لي، هستنى الكومنتات من احلى اخوات وصحاب. ويلا نشوف النهارده اليوم بتاعي كان ماشي ازاي. النهارده كان اخر يوم الامتحانات عندنا. الحمد لله، يا رب الترم عدى على خير اهو، الحمد لله. اي نعم، كان في شوية مشاكل كده قابلتنا خلال السنة، بس الحمد لله كله عدى. ف... فالنهارده بقى ايه، قلنا نحتفل بقى بمناسبة اخر يوم الامتحانات وكمان السنة الجديدة. فعامله لهم شوية حاجات كده جميلة. تابعي معايا الفيديو وخدي افكار وفرحي كده اولادك وفرحي اسرتك. وكلها افكار بسيطة، بس دايما ايه، لما بنتفرج على روتينات او اي حد بيعمل حاجة دايما بناخد منه فكرة، او يعني بيفطرنا كده حاجة، فاهمين قصدي؟ فدايما كده بنشجع بعض في الروتينات دي. هنا كنت صاحية الساعة 7، فكنت بحضر اللانش بوكس. كنت عاملة شوية سندوتشات كده بيض زي ما احنا شايفين. وحطيت كان عندي خياراية، قشرتها برضو وقطعتها وحطيت كده شوية كاندي. والنهاردة بقى عاملاها شوية دلع كده عشان اخر يوم الامتحانات وكده. فجايبه لها كده شوية حلويات برضو وبتاع ايه، ومروقة عليها. عشان ايه؟ عارفين احنا الاطفال الصغيرين دايما صحابي بيجيبوا حلويات مش عارف ايه، انا مانعه خالص الحاجات دي. بس قلت اخر يوم الامتحانات بقى ايه، افنطس كده عليها. وعندنا كمان النهارده حفله، عاملين لهم حفله. بس اللي عاجبني في المدرسه اللي هم مش بيكبروا عندهم فكره الكريسماس وفكره السنه الجديده والكلام دوت. لا، عاملين لهم حفله. اهلا بالشتاء. ده كده عنوانها، وطالبين منهم سفنزي وبتاع يعني. اكن بيحتفلوا بالشتاء مش بيحتفلوا بالكريسماس، فاهمين قصدي؟ فدي يعتبر حاجة كويسة. هنا بقى ايه، كنت بلم الشنطة، طبعا مش هنحط ولا كتاب ولا اي حاجة، خلاص اخر يوم الامتحانات، باي باي ترم اول على خير يا رب ان شاء الله. فكنت بحط كده حاجات، وكانوا طالبين مننا زي ما قلت لكم كده سفندي وكيس مارشميلو، كل طالب يجيبه. وكان قايل لهم كمان يعني يجيبوا الحاجات دي معاهم. فحبيت برضه ان انا احطهم كده في الشنطة عشان ايه الميس تاخدهم. بيعملوا كده زي الحاجات دي بيحطوها بقى، والاطفال تقعد تاكل وكده اهو. شغل اطفال بقى، عيل صغيرين كده بيفرحوهم. المهم ايه، قلت اشيل كل حاجه كده إيه قبل يعني ما بنتي تصحى وكده، عشان ما انساش اي حاجه بعد كده ايه اصحيها بقى البسها. والنهارده كمان كانوا عاملين لهم بقى الحفله زي ما قلت لكم، كان قايلين لهم يجيبوا لبس تنكري. بس الصراحه لقيت اللبس غالي جدا جدا. و ويعني لقيت جنبي كذا محل كده على اول الشارع، يعني بيأجروا الهدوم. فلقيت الطقم الايجار عامل 150 جنيه، فالصراحه استغلته قوي. فقلت النهارده ان شاء الله هلبسها كده طقم خروج عادي جدا. وكان عندها الفراشه دي، جدتها كانت جايباها لها في عيد ميلادها، وانا كنت محتفظه بيها الصراحه، يعني لبستها لها كده في العيد ميلاد واتصورت بيها وشلتها تاني. فزي ما هي كانت فراشه كده، والطوق بتاعها وزي عصايه كده اهو. فقلت تلبسها فوق طقم الخروج بتاعها وخلاص. بس عشان عندنا امتحان وكده، فمش هينفع تقعد بيها وتكتب وتبقى متأيدة. فقلت احطهم في كيسة، وان شاء الله هنقول للمدرسة بعد الامتحان ايه تلبسها لها. وكده جهزت الحاجة ان شاء الله تنزل على خير. ورحت جري شغلت على الغسالة. اول حاجة خالص بعملها بقى اللي انا بلم الغسيل وبشغل عليه الغسالة، وكان عندي المطبخ يقلب يعدل. قلت ادخل بقى على المطبخ اظبط كل حاجة. وكان عندي الغدا من امبارح كنت عاملة بيتزا واتبقت، فقلنا النهاردة كده ايه هنسخنها وناكل الباقي، عشان باقي يكون اليوم كده رايق وجميل. كنت مروقة البيت من امبارح. بس كان فاضل لي بس الغسالة والمطبخ. دايما بقعد اروق الشقه كلها، والمطبخ ده بسيبه اخر حاجه. يعني النهارده المطبخ يومي طويل فيه. المهم خلصت خلاص المطبخ الحمد لله. وكان عندي الحاجات دي كنت شارياها من السنه اللي فاتت، ببقى شايلهم في كيسه كده ايه، كل سنه بطلعهم. كنت جايبه الاتنين كوشن دول، الواحد تقريبا كان ب10 جنيه او 15 جنيه. ف بس لقيت السوسته بتاعته ضعيفه. يعني السنه اللي فاتت كنت حاطه فيه القطن دوت، الفايبر ده يا ربي. و... وشيلته تاني، بس لقيت الصوص ضعيفة، فقلت مش هتتحمل بقى اللي انا كل سنة ايه اشيل واحط. فقلت احط فيهم الفايبر وهسيبهم كده ان شاء الله، يعني اشيلهم كده في اكياس النهاردة باذن الله بالليل. و... وهسيبهم كده بالفايبر بتاعهم. وكمان كان عندي الشجرتين دول برضو جايباهم من السنة اللي فاتت. الشجرة برضو كانت عاملة 10 جنيه، شجر صغير كده. لقيت محل تقريبا كان بيصفي او ايه، يعني كان حاططهم والله مطربين كده، وكانوا يعني شكلهم مش حلو. وكان كمان بعد الكريسماس، فاهمين؟
فقلت اشتريهم كده ايه اشيلهم للسنه الجايه. كنت عامله معاكم كمان روتين الاستعداد للسنه الجديده، كنت عاملاه معاكم السنه اللي فاتت برضو، في افكار جميله جدا مختلفه عن السنه دي. خشوا برضو في القناه كده وقلبوا فيها هتلاقوه، برضو تاخدوا منها افكار. وان شاء الله هحاول انزل الفيديو ده بدري النهارده، بحيث تاخدوا افكار كده ايه وتعملوا حفله بسيطه، بس فهموا الاولاد اللي احنا بنعمل حفله يعني بمناسبه الاجازه بنستقبل سنه جديده كده، بلاش بقى كريسماس بقى وبابا نويل والكلام دوت. هنا كان عندي فكرة اللي انا قلت بدل ما الشجرة تبقى لونها اخضر كده يعني مش متزينة او حاجة، قلت اجيب برضو شوية فايبر كانوا برضو متبقيين. قلت اعملهم زي كور كده هوت ايه، واعملهم كأنهم بقى فاهمين بقى كأنهم تلج بقى وحركات. اكيد طبعا مش هقعد ازين الشجرة واجيب لها لعب بالشيء الفلاني. فقلت اعملها كده بشوية يعني قطن ابيض كده يكون شكلها برضو حلو، ولما تتحط كده على المفرش يكون برضو ايه شكلها جميل كده وناطق. يعني حاولي كده تظبطي كده اي افكار كده ايه بسيطه كده، يعني تعملك اي ايه لمسه فنيه. هنا دي كانت مكسره، كنت بحسبها مكسره بس الحمد لله طلعت بتتفك ايه وبتتركب. ف... فدلوقتي شكل الشجره هتوضح معاك، وهي بتبقى عباره عن قولوا معايا هي زي الزينة كده بتاعت أعياد الميلاد، عاملينها كده في بتتطبق وبتتفرد هنا، يعني فردتها لكم، أتمنى يكون الشكل واضح. بس دي بقى مكانتش عايزة تقف، كل شوية تقف مني وتتعوج، تقف وتتعوج. فهحاول أظبطها كده وأوقفها، برضو كل شوية تتعوج. المهم فكرت ان انا ايه هسندها على الحيطة واكبر دماغي منها بدل ما هي ايه كل شوية بتقع. فهنا كنت خلصت خلاص دي الشجرة التانية، قلت اعملها برضو بنفس الفكرة، بحيث يكون شكلها متزين كده ولطيف. وهي في الطبيعة شكلها حلو قوي، يعني شكلها احلى بكتير من الكاميرا، يعني ممكن تكون مش باينة قوي معاكم، بس في الطبيعة شكلها جميل ومش مكلفة خالص، وبحاجه بسيطه زي ما قلت لكم ايه نزين البيت كده تزيينه خفيفه. طلعت هنا بقى على الصاله، دي الكنبه دايما بنقعد فيها ديت الانتريه يعني دايما بنقعد فيه. فدايما بقى بلاقي حاجات مرميه بقى، واكلنا وشربنا كله هناك. دايما بكون فرشه عليه كوفيرتا او ملايه، مش بسيبه كده يتبهدل. بس بقى في ايام بقى يعني عارفين لو عملنا لهم حفله عيد ميلاد ايام رمضان في العيد، بشيل بقى ايه الفرشه دي، بحيث يكون كده شكله جديد، وحتى احنا نحس ان في حاجه جديده، فاهمين قصدي، نحس فيه تجدد يعني. بس دايما بكون فرشه عليه حاجه الصراحه عشان ما يتبهدلش مني، ولو انه برضو مبقع شويه وكده، بس ايه على قدر الامكان كان نحاول نحافظ على الحاجه. هنا كنت بحط بقى الاتنين كوشن دول اللي انا عملتهم، برضو ادوا برضو منظر جميل كده، لان الكنبه دي في وش الباب. فيعتبر اول ما حد بيجي كده يفتح الباب، باباها كان جاي وبنتي يعني اول ما جم من المدرسه حسوا ايه بحاجه متجدده، يعني فاهمين قصدي. دول كده حطيتهم على الكنبه، ودي الترابيزه دي جنب الكنبه، قلت برضه اشيل فيها اي حاجات كده اللي هي كانت مرميه وكده. وقلت هحط كده مفرش، برضه كان عندي مفرش ابيض كروشيه، ماما هي اللي عاملاه، يعني الصراحه هو جميل جدا جدا المفرش ده بحبه قوي، لان بحس ان هو اصلا منور لوحده، يعني لو حطيته كده لوحده هو اصلا منور الصراحه. فقلت احط عليه كده شجره من دي، بجد كان المنظر جميل قوي قوي، وكل ده يعني بكلفه بسيطه، يعني كل الحاجات دي زي ما قلت لكم الشجره كنت جايباها ب10 جنيه، والكوشن ب15، يعني قولوا 30 و50 جنيه. 50 جنيه كده ايه روشنت بيهم الشقه. وده كده كان المنظر النهائي بتاعي، بجد كان المنظر حلو قوي جميل ولطيف. هي دي الحته بس اللي زينتها، والشجره التانية قلت ايه احطها لهم يعني جنب الحلويات اللي انا هعملها وكده، بحيث نقعد ناكل حلويات كده واحنا بنتفرج على التلفزيون، وتكون معانا ايه الشجره التانية اخت الشجره الاولانيه. بس وعلى اخر اليوم ان شاء الله هبقى اشيلهم برضو ايه السنه الجايه بقى باذن الله، نعيش نقلنا عمر، وارجع تاني افرش ايه الكوفرتا اللي بفرشها، عشان ايه نكمل بقى اكلنا وشربنا برضو على الكنبه. يعني ده كده ايه حته جماليه كده مؤقته. هنا بقى ايه قلت ادخل على المطبخ، قلت اعمل لهم فشار. هنحضر بقى ايه حلويات السهره، بس احنا عملنا الحاجات دي ايه يعني على العصاري كده، بعد الغدا عملنا الحفله دي بقى. عقبال بقى ايه ما الفشار كده يقعد يطقطق بقى كده براحته وياخد وقته. طلعت الطبق ده، طبعا انتوا عارفين الطبق ده دايما 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 اي حفلات او اي مناسبات بطلعه ايه احط فيه بقى سناكسات وحاجات. المهم كان عندي كده شويه سناكس كنت جايباهم من كارفور يعني. جبت شويه حاجات كده منتجات بلدنا، بعيد خالص خالص عن المقاطعه. عامله لكم عليها ان شاء الله يعني ريفيو، جايبه كذا حاجه كده هينزل لكم الفيديو الجاي او اللي بعديه. حاجات كده هندوقها مع بعض والاسعار ومش عارف ايه. فالمهم ايه طلعت منهم كده شويه، وقلت ايه نعملهم بقى للحفله بقى بتاعت النهارده. آه
بس مش شرط بقى تكوني جايبه سناكس او حاجه، يعني فاهمين قصدي. انا بالصدفه كنت جايبه حاجات عشان التصوير وكده، فطلعت من رزق اليوم. لكن انت ممكن بقى فشار، ممكن ترمس، لب سوداني. بحاول يعني اديكوا افكار. ممكن تجيبي من الفرن، يعني بيكون فيه زي سناكس كده، حاجات متحمصه كده. ممكن تعملي بان كيك، ممكن تعملي لهم كوكيز، ممكن تعملي كب كيك. يعني بحاول اديكي افكار، ميني بيتزا. فاهمين قصدي. حاولي تعملي حاجات بالامكانيات اللي عندك. بطاطس محمره طبعا تكون تحفه جدا لو عملنا شيبسي. بس انا قررت ان انا اعمل حاجات كده في السهل النهارده كده وفي السالك، علشان هي الحاجات سبحان الله كانت متوفره. لكن غير كده تقريبا السنه اللي فاتت كنت عامله شيبسي وكنت عامله حاجات كده. وكان عندي حمص، كنت ناويه اعمل بلح الشام، بس كسلت بقى، قلت هي الحاجات دي حلوه وخلاص. المهم خلصت الطبق بتاعي كده على السناكس والحاجات دي. وحطيت برضو شويه كاندي كانوا متبقيين برضو، بتوع بنتي بقى، خدتهم بقى كده خلاص، من المدارس خلصت بقى، ناخد الحاجه بقى وناكلها. وده كيس المارشميلو، الميس برضو ناست تاخده النهارده من الشنطه، فطلع من رزقنا، فبرضو حطيته كده معانا. زي ما بنقول بقى، كل لقمه بتنادي اكلها. بس كده، هو ده الطبق بتاعي. بجد شكله حلو قوي قوي ويفتح النفس. وكل السناكس ده الصراحه طعمه حلو، يعني لو صدف وعايزين تشتروا، لا اشتروا من الحاجات دي، بجد طعمها حلو قوي. قلت بقى اوسع المكان كده واجيب الطبق ده واحط فيه الفشار. برضو الاطباق دي كانت كويسه قوي، دي اطباق مينامين. بس كنت جايباها من فتره، يعني دلوقتي مش عارفه الصراحه اسعارها هتكون ايه. برضو الطبق ده بينفع قوي، بيكون كبير وبيتعمل فيه فشار. بس للاسف بقيه الفشار يعني الحله اتلسعت كده مني، فبقيته اتحرق للاسف. بس يلا الحمد لله. قلت اعمل فشار كده، وكان عندي واحده اندومي بس دي عاملاها لنفسي، يعني محدش خالص بياكل في البيت اندومي غيري، فقلت اعملها. وهنا خلاص كانت استوت، كانت يعني قلت اجرب الاندومي اللي هي بالفراخ دي. بس الصراحه هو طعمها مش احسن حاجه بالنسبه لي، يعني طعمها هادي او ما فيهاش اصلا طعم. تحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجه كده ما فيهاش طعم. فهي بالنسبه لي مش احسن حاجه. دي كانت عامله 9 جنيه، قلت اجربها. مع ان العاديه ب6، بس قلت اجربها. بس بالنسبه لي لا، مش احسن حاجه يعني. هنا خلاص كنت خلصت كل الحاجات، فقلت ادخل بقى على الترابيزه كده. حطيت بقى الشجره دي تحتيها المفرش. مفرش بقى ماشي مع لون الحيطه وبتاع. فقلت بقى احط السناكس اللي احنا حضرناه. هي دي كده حاجات اللي انا حضرتها. وكان عندي كمان عصير فراوله، حطيت كده كوبايتين برضو عصير فراوله. الكوبايات دي برضو جميله قوي، كنت جايباها. بس الحاجات دي يا جماعه من فتره، كانوا متخيلين الاتنين دول كانوا ب10 جنيه، يعني الواحده ب5. متخيلين الدنيا كانت جميله ازاي. بس خلصت كده التقديم بقى بتاعي. وكده خلاص الفيديو بتاعي خلص. اتمنى تكونوا اخدتوا منه افكار، واتمنى يكون عجبكم. وان شاء الله يا رب تبقى سنة سعيدة علينا جميعا. واللي محققش حاجة السنة اللي فاتت يحققها. دايما اكتبوا الاهداف بتاعتكم. يعني انا دايما بكتب، عندي كراسة كاهداف كل سنة بكتب فيها. طلعت بتاعت السنة اللي فاتت، لقيت حاجات كتير قوي الحمد لله بفضل الله حققتها. وفي حاجات ما حققتهاش، فان شاء الله السنة دي احاول احققها باذن الله. دايما اكتبي كده اهدافك وطموحاتك، وكل اخر سنة زي النهاردة تشوفي حققتي ايه ومحققتيش ايه، وتبدأي تكتبي حاجات للسنة الجديدة. وتبدأي تكتبي حاجات لو عايزة تغيرها في شخصيتك. ناس عايزة تشيليهم من حياتك، ناس عايزة تقربيهم لحياتك اكتر. يعني اكتبي بقى كل حاجة في مخك، وكل حاجة بتتمنيها في ورقة وقلم. ودايما احتفظي بيها، وتبقي تشوفيها في اخر السنة. هتحسي قد ايه انجزتي في حاجات، وقد ايه حاجات كانت مضايقاكي اتغلبتي عليها، وقد ايه حاجات سلبية اتخلصتي منها. فاهمين قصدي. الورقة دي بجد بتنفع جدا جدا، الواحد بيشوف كان فين وبقى فين. وبس كده، ومع السلامة.